تستعد الصين للفوز بلقب جديد هو أسرع بناء على كوكب الأرض. بكين نجحت في تشييد فندق من 30 طابقا في غضون 15 يوما. ما يبدو خيالا في هذا الشريط المصور للذين شاهدوه هو في الحقيقة واقع، وإن كان الإنجاز فاق سرعة البرق. أراك الفندق المعجزة هو كذلك فعلا، 30 طابقا و360 ساعة فقط. هذه ليست أحجية الموسم، بل هي عدد الساعات التي استهلكت لتشييد أراك على ضفاف بحيرة تونغتينغ في مقاطعة هونان. خلية نحل من عمال ومهندسي مجموعة برود للهندسة المعمارية الصينية أثبتت أن المعجزة أصبحت واقعا، وأن الصين جديرة بلقب أسرع بناء على كوكب الأرض. الفندق صمم ليكون مقاوما للهزات العنيفة، حيث يمكنه تحمل زلزال بقوة 9 درجات، أي بمعدل 5 مرات أكثر من المباني التقليدية. وقد عملت مجموعة برود على تجهيز جميع مواد البناء مسبقا وبناء الأسقف خارج الموقع، وزود الفندق بتقنيات عزل الصوت والحرارة، إضافة إلى نظام خاص لرصد نوعية الهواء في كل غرفة. أغرب من الخيال نفسه، بناء الهيكل الأساسي للفندق استغرق 46 ساعة فقط، أما 90 ساعة الأخرى فقد خصصت لإنهاء الهيكل الخارجي. ومن يتساءل عن ساعات الراحة أثناء إنجاز أراك، فتوقعات الكثيرين قد تخيب الآن، لأن الأعمال في المشروع كانت تتوقف خلال الليل، حيث كان العمال يغادرون موقع الإنشاء عند الساعة 10 مساء من كل يوم. هنا محمد بخشم، العربية.